بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خش على الفطير الفلاحي بتاع المنوفية. أحلى فطير هتاكليه بالسمنة البلدي، وطريقة سهلة جدا وطري مورق وما شاء الله عليه. وهقولك ازاي تحصلي عليه بنفس طريقة الطراوة دي، وازاي يبقى مورق كده بدون أي مجهود وبدون أي تعب ليكي خالص، وسهل جدا. لو انت ما بتعرفيش خالص تعمليه، الطريقة دي سهلة جدا لأي واحدة لسه مبتدئة، مش هيتعبك خالص. صلاة النبي، هيعجب ولادك وهيعجب جوزك أحسن من اللي بتروحي تشتريه من بره 1000 مرة. شايفة رق السجار؟ أنا بوريك اهوت رق السجار، سهل جدا ومش هيتعبك خالص. اعمليه في بيتك بأقل شيء خالص هتعمليه، يا دوبك بيحتاجش حاجة، هو شوية الدقيق والمية وخلاص. يعني الموضوع سهل وبالهنا والشفا. تعالى اوريك المقادير بقى وطريقة العجن. اي كمية دقيق تحبيها وعليها المية، مش هقولك مقدار المية قد ايه، لان كل دقيق وله عرق معين بيحتاج مية معينة. فانت اي دقيق عندك معاه حابة تستخدميه استخدميه، يكون متعدد الاغراض. والدقيق لازم تدخليه كويس وتحطيه كده بقى في البولة بتاعتك، وتجيبي المية تحطي فيها 3-4 معالق من السكر ومعلقة من الملح، وعجني على قد ما دقيقك ياخد معاكي مية. عجني مش بالمقدار ده، ملوش مقدار يا حبايبي، انا بقول لكم ده ملوش مقدار، لان في فيديوهات تانية بتقول لك الكيلو ياخد كوبايتين ولا 3 ولا كده. لا، تبقى كدابة اللي تقولك ان هو له مقدار. كل دقيق وله عرق وله نسبة مية معينة بياخدها، بيختلف عن التاني، كل دقيق بيختلف عن التاني. اعجني بقى ولت كويس قوي زي ما انا بعمل كده بالظبط. اديه بالبوكس كده، تنك اديله بالبوكس لما العجينة تنعم معاكي. ما تخليش العجينة طرية معاكي قوي عشان تقدري تشتغلي فيها، خليها يابسة شوية. تنك تعملي كده لحد ما تلاقيه حسيت انه عمل عرق كده معاكي وما شاء الله بقى حلو بنفس الشكل ده. تسيبيه بقى شوية كده يريح حوالي ربع ساعة كده ولا حاجة. عايزة تقطعي على طول وبعد ما تقطعي تسيبيه يريح ماشي. انا هنا عملت كده، قطعت الاول كور كبيرة كده، كل كورة تبقى واحدة بإذن الله، وسبته ريح بعدها شوية. ما سبتوش يريح الأول على بعضه، لا، قطعته وسبته يريح. عمل معايا 6 كور. لو عايزة تصغري الكور عن كده صغري، بس الكورة دي مناسبة حلوة للفطيرة اللي انت شفتيها في أول الفيديو دي. تعالي بقى اما نفرد بطريقة الفرد الجديدة اللي هوريها لك. مش هتاخد منك ثواني، قلتلك لو انت مبتدئة او ما بتفهميش خالص في عمايل الفطير هتعمليه باحلى طريقه ديت، وهيطلع مورق وجميل زي ما شفتيه. حطي شويه زيت وافردي بقى كده عليهم الفطيره بتاعتك، ودهين السمنه كده او الزبده معاكي على الوش، المقدار اللي تحبيه بقى. حابه تخليه دسم كتري سمنتك، حابه تخليه خفيف كده وحلو خفي السمنه شويه. ونجيب السكينه ونقطع كده من الجناب بنفس الطريقة زي ما انت شايفة كده بالظبط، ومن الناحية التانية برضو هنعمل نفس الطريقة دي. سهلة جدا وما بتاخدش معاكي وقت، وبتورق معاكي الفطيرة زي ما شفتيها في الأول كده، من غير أي تعب وأي مجهود ولا فرد ولا غيره. وتجيبي الطرف ده على الطرف ده وترجعي تيجي كده نفس الخطوات اللي بعملها اعمليها، وهيطلع معاكي مورق وجميل جدا اهو. شوفي سهل جدا اهو. جيبي الناحية التانية عليهم اهو بنفس الطريقة، هيطلع جميل تحفة بإذن الله. اقسم بالله كان طالع مورق ورق السجارة زي ما شفتي. انا يعني بصراحة
الطريقة دي عجبتني قوي وهعتمدها على طول، ولا بقى مجهود واقعد اعمل مجهود واقعد افرد ولا تعب ولا كلام من ده. بعد ما خلصنا لم كله بنفرد كده الفطيرة معانا شوية، وندهن تاني شوية زبدة كده على الوش. اديناها افردها حاجة بسيطة يعني. لو مش حابة تدهني تاني براحتك، علشان بس انا بحب يكون دسم كده وسمنته كتيرة شوية. وتلم كل الجوانب وكده الفطيرة خلصت. كده خلصنا الفطير. هتقولي لي لا ايه اللي انت عملتيه ده مش هتطلع مورقة؟ لا هتطلع مورقة، وجربي. وانا بعملها معاكي كمان مرة اهو. الناس اللي مش مركزة في المرة الاولى تركز في المرة التانية اهي. بنفس الخطوات، جربي بنفس الخطوات هتطلع الفطيرة مورقة وجميل على ضمانتي. انا لو كنت شايفة ان في اي حاجة طلعت غلط هقولك عليها، بس انا شايفة ان ما شاء الله طالع تمام وعسل. اهو بنفس الطريقة كده تفردي كمان شوية وتدهني زبدة على الوش وتلمي فطيرتك. وبكده خلصت الفطير. تعملي كل كميتك بنفس الطريقة دي. انت جربي يا ستي، انت مش هتخسري حاجة، جربي، الحياة تجارب. كلنا بنتعلم وكلنا بنعيش ونموت ونتعلم. هنا الفطيرة. نجيب الصينية كده ونبططها معانا في قلب الصينية. نولع فرن نار حامية من تحت ومن فوق. نارك تكون حامية عشان الفطيرة تطلع حلو. ادي الفطيرة معانا اهي ما شاء الله بعد ما استوت، بس جت حامية شوية للأمانة، فأنا هديت الفرن أو الفطيرة جت حامية بالشكل ده. تخبزي كله الفطير. هو للأمانة أول ما بيطلع بيبقى لسه مقرمش شوية، فانت عشان تحصلي على الطراوة دي هقولك تعملي ايه. بتطلعيه على طبق بالشكل ده وتغطيه بمفرش بلاستيك، أو بطبق من عندك استانلس أو ألمونيا تغطيه. لازم تغطيه عشان يعرق في بعضه كده ويطرى ويبقى بالطراوة دي. لو انت حابة تخليه مقرمش بقى عشان ولادك بيحبوا المقرمش، خليه مكشوف للهواء. لكن عايزاه يكون طري كده وحلو كده في ايدك، لازم تغطيه اول ما يطلع من الفرن، لازم تغطيه عشان يرد في بعضه ويطرى مع نفسه كده. والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. طريقته سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش اي وقت. في ساعة زمن بتكوني عاملة الفطرتين اللي هتعمليهم او 4 او 5 زي ما تحبي، بدل ما تروحي تشتري وتقفي تدفعي 100 جنيه في الواحدة. لا، انا بكيلو دقيق او 2 كيلو دقيق، وبالظبط ربع كيلو سمنة ولا نص كيلو سمنة.